عمرك سألت نفسك ليه في حاجات بننساها بسرعة وحاجات تاني ممكن تفضل معانا سنين؟ وخلي بالك الفيديو ده طويل فهنقسمه على جزئين. المخ عنده حاجة اسمها الذاكرة العاملة أو الوركينج ميموري، دي في الأغلب بتخزن المعلومات اللي أنت محتاجها دلوقتي، وأول ما ضغطك يزيد أو التركيز يتشتت المعلومات دي ممكن تتمسح. والذاكرة العاملة بتاعتنا مرتبطة بالبري فرونتال كورتكس، وده اللي بينسق التركيز والتفكير واتخاذ القرارات. وتاني جزء من مخك وده اللي بيبقى اللونج تيرم ميموري أو الذاكرة طويلة المدى، وده بيبقى نوع تاني من الذاكرة بس أعمق وأثبت، دي بتخزن المعلومات لفترات طويلة جدا، ودي بتتواجد بشكل رئيسي في كذا حاجة في مخنا. وأول حاجة مثلا اللي هي الهايبوكامبس، ده اللي بيرسخ المعلومات قبل ما ينقلها للذاكرة الدائمة. وتاني حاجة عندنا اللي هي القشرة الدماغية أو السيريبرال كورتكس، وده المكان النهائي لتخزين الذكريات طويلة المدى زي الحقائق والأحداث الشخصية. وتالت حاجة اللي هي اللوز الدماغية أو الأميجدلا، ودي المسؤولة عن الذكريات اللي مرتبطة بالعواطف. ورابع حاجة اللي هو المخيخ أو السيرابيلم، وده اللي بيتعامل مع المهارات الحركية زي مثلا ركوب العجلة أو السواقة. سنة 1885 اكتشف العالم هيرمان إيبنغهاوس حاجة اسمها منحنى النسيان، ازاي الذاكرة بتتراجع بسرعة لو ما عدناش استخدامها. تخيل ان عقلك خلال ساعة واحدة بس بينسى اكتر من 50% من المعلومات، وبعد 24 ساعة ممكن تنسى حوالي 70% من المعلومات، وبعد اسبوع بتوصل 90% من المعلومات لو ما تمش استخدامها. طيب هو احنا ليه بننسى بالطريقة دي؟ لان ببساطة دي الطريقة اللي بينظف بيها مخك الوركينج ميموري عشان تكون فاضية وجاهزة ان هي تتقبل معلومات جديدة. الفيديو اللي جاي هقول لك على العوامل اللي المفروض نعملها عشان نقلل مستوى النسيان عندك، وبالذات للناس اللي داخلة على فاينل، وخليك متزن.